يقولون ان القرآن ناقص وان القرآن ليس كاملا. السنة ليست سنة المسلمين، السنة اللي يعرفها المسلمون ما روي عن صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة الى اخره، ليست هذه هي سنة 12 واحد، مش سنة النبي لوحده. ال 12 الأئمة المعصومين، مش هم بيقولوا الأئمة المعصومين؟ الأئمة دي جابت الشيعي يتعلمها قبل كل شيء، وأن هؤلاء الأئمة يعني لا يجوز أن يخطئوا ولا يجوز أن يعصوا و وكل ما يصدر عنهم وحي. والصحابة معظمهم كفروا بالإسلام، فيش إلا 3 4 5 يعني عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي، كم واحد كده، والباقي كلهم كفروا. وأشد الناس كفرا أبو بكر وعمر، هم دول أكفر كفار العالم، أكفر من فرعون ونمرود وأبو لهب وأبو جهل، أكثر من كفار الجاهليات كلها. أبو بكر يعني إسلام غير إسلام المسلمين. هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام والذين آمنوا برسول الله والذين أيدوه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون. كيف يصبح فعلماء الهند قالوا هؤلاء غير إسلامهم غير إسلامنا، ولهم تقاليد غير تقاليدنا وثقافتهم غير ثقافتنا. ولذلك هذه هي المشكلة، مشكلة أهل السنة أنهم لا يعرفون الشيعة. ولذلك الواجب علينا احنا الآن أن نتبنى فكرة جديدة نعلن فيها المعرفة بالشيعة. أنا بعمل كتاب علمي يعني أذكر فيه مواقفهم من القرآن، مواقفهم من السنة، مواقفهم من الصحابة، مواقفهم من الإمامة، مواقفهم من الآخرة، مواقفهم يعني في كل هذه الأشياء. حتى الفقه يعني خلافتهم، ولكن الفقه عندهم غير فقهنا. احنا الفقه احنا بناخده من القرآن والسنة. القرآن محرف والسنة سنة المعصومين. كيف يكون هذا؟ مصيبة. يعني أرجو أن يوفقني الله حتى أتم هذا الكتاب وأخرجه للناس. من حق الناس أن يعرفوا الأمور كما هي، لا نزيد ولا ننقص.